بالله عليكم اللي يسمع الفيديو لازم يشيره عشان يوصل لكل الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. طبعا الفيديو ده لو وصل لك لازم تشيره وتعمل لي اعجاب، عشان خاطر الفيديو ده يا جماعة فيه رسالة مهمة جدا انا حابب ان انا اوصلها، واتمنى ان الرسالة توصل لكل المسلمين في كل بقاع الارض. طبعا اول يوم العيد حصل موقف مشين ومهين للمسلمين جميعا، وهو حرق القرآن والتمثيل به. طبعا شاب عراقي، جنسيته السويد، قاعد في السويد، فقال طبعا طلع في تصريح وقال انا هولع في القرآن قصاد المسجد، وعمل يعني كلم شويه حاجات كده، وفي النهايه قال انا هجيب تصريح واعمل زي مظاهره، وفي وسط المظاهره ديت انا هعمل ايه؟ هولع في القرآن وهمثل في القرآن. طبعا السويد هنا راح هبط بالموضوع وادته فعلا تصريح، والناس جت وعمل مظاهره فعلا، وكانت في حراسه برضه امنيه من السويد، يعني حكومه السويد نفسها كانت ايه في حراسه. وطبعا الفيديوهات على فكره مصوره الكلام ده. فطبعا الشاب ده زي ما ظهر حضراتكم في الفيديو كده ان هو طالع وبيمثل بالقران، عمال يخبط في يمين وشمال ويخبطه برجله ويطيره، وبعد كده في نهايه الفيديو خالص ولع في القران. طبعا ده بالنسبه لنا كمسلمين شيء بيهنا، بيهين المسلمين جميعا، وبيهين ديانتنا. طبعا هنا في ازدراء اديان. طبعا السويد هنا المفروض كانت تقول لا، ما ينفعش ان انت تعمل كده في دين المسلمين، لكن دي مش اول مره خالص السويد تعمل العمل ده وتوافق على اعمال زي دي. طبعا الامام احمد الطيب اتكلم وقال نصرة لدينا ان احنا لازم نقطع المنتجات اللي بتاعتهم. فطبعا يا جماعه احنا لازم نصرة لدينا ونصرة لسيدنا محمد، لازم نقطع المنتجات بتاعت الايه؟ بتاعت السويد. طبعا في اول لينك ان شاء الله هسيب لكم المنتجات بتاعتهم، عشان تحاولوا على قد ما تقدروا تقطعوا المنتجات بتاعتهم ديت. طيب الرساله النهارده للمسلمين جميعا. هنا يا جماعه لازم يكون في نصرة الأول لإسلامنا وديننا، عشان بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا على غيرنا، صح كده؟ وإن تنصروا الله ينصركم. بمعنى النهارده الشباب المسلمين المحترمين بيسبوا الدين النهارده زي ما يكون زي اللبانه كده فين في بوجهم النهارده، بيسبوا دين. يعني انت كمسلم وبتسب دينك، مستنظر ايه من اليهودي او الكافر او المشرك بالله سبحانه وتعالى هيعمل ايه في دينك؟ قول بقى زي ما انت عايز تقول. النهارده كمسلمين ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن من السبع سماء نزله عشان خاطر في حاجات أمرنا بيها إن احنا نعملها في الأرض، وفي حاجات نهينا عنها، صح كده؟ يعني بر الوالدين، في النهارده عقوق الوالدين في كل مكان، صح كده؟ يعني المسلمين بيعقوا النهارده والديهم، والمسلمين النهارده بيزنوا، وطبعا احنا اتناهينا على الكلام ده كله. المسلمين النهارده بيشربوا خمر، المسلمين النهارده بيقتلوا، المسلمين النهارده بيطلعوا بالربا، المسلمين بيسيبوا بالدين، يعني بيعملوا حاجات كتير جدا. انت النهارده لما بتطلع وبتصور على الناس ديت، انت بتصور عليهم بناء على ايه؟ ان انت اصلا ناصر دينك الاول عشان خاطر انت تطلع تنصر اسلامك؟ ما هو انت تنصروا الله ينصركم، انت لازم تنصر دينك الاول. النفس اماره بالسوء، لازم تكون انت اقوى من نفسك الاماره بالسوء ديت، واي حاجه ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها تبتعد عنها. ربنا امرك بالصلاه، بالعباده، امرك بالصدقات، امرك بحج البيت، امرك بحاجات كتير جدا. انت فين من الكلام ده كله؟ النهارده المساجد النهارده فاضيه، المساجد النهارده فاضيه. النهارده انت زعلان على المصحف اللي اتحرج منك، انت عندك 3 4 مصاحف، 5 مصاحف، 10 مصاحف في بيتك، مصحف في بيتك. طب المصحف ده انت روح ليه دلوقتي حالا لما بعد ما تسمع الفيديو ده، روح المصحف ده وشوف المصحف، هتلاقيه مليان تراب من قله لمسه او من قله القراءه فيه. فانت لازم الاول تدور على دينك الاول، وبعد كده تطلع تنصر دينك. فانت مش هتطلع تدور على دينك وانت مش ناصر دينك. يعني احنا فعلا هم بعد ما بيعملوا الكلام ده احنا طبعا بنتجمع تاني وبنطلع وبنثور عليهم عشان خاطر ايه؟ ناخد حجمه اللي هم طبعا بيعملوه في ديننا. بس يا جماعه يعني لله سبحانه وتعالى كده، يعني الرساله لله سبحانه وتعالى. انت الاول دور في حياتك، شوف فيها ايه غلط وحاول تصلحه. شوف الميراث اللي انت واكله على اخواتك روح رجعه. شوف انت طول النهار عمال تتكلم على ده وتتكلم على ده وبطل كلام. رد الاموال للناس. النصابين النهارده على جفا من يشيل. القتل النهارده على جفا يعني في كل شكل ولون. تلاقينا النهارده بنتخانق على حاجات. فين حق الجار؟ فين حق الجار اللي سيدنا محمد طبعا
كان بيوصينا بيه. ففي حاجات كتير جدا يا جماعة احنا المفروض ناخد بالنا منها، وبعد كده ان تنصروا الله ينصركم. دي طبعا فيديو النهارده يا جماعة، وبالله عليكم اللي يسمع الفيديو لازم يشيره عشان يوصل لكل الناس ويعدي معانا، عشان خاطر احنا عايزين المسلمين فعلا تفهم ان احنا الاول لازم ننصر نفسنا وننصر ديننا، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.